بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول لك: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأته مقبلا نبحت عليه وكشرت أنيابها، وإذا رأت يوما غنيا ماشيا حنت إليه وحركت أذنابها. إن الغني وإن تكلم بالخطأ قالوا أصبت وصدقوا ما قال، وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلالا. إن الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. ويا مرحبا وحياكم الله. نرجع لسيارتنا. طبعا في شغلة نسيت لا أذكرها، اللي هي المعجون الحديد. أنا أمس سويت المعجون الحديد وصنفرت المعجون الحديد. بعد المعجون الحديد تحط معجون العايدي، بعد المعجون الحديد تحط المعجون العايدي. أنا نسيت لا أذكره أمس لكم. فبعد المعجون الحديد تصنفر المعجون الحديد ب320 وب400، بعدين تحط المعجون العايدي، تترك المعجون العايدي يوم كامل، ترجع للمعجون العايدي تصنفره ب320 والصنفر كمان ب400. فراح أصنفر أنا الآن، لأني حطيته أمس، فراح أصنفره الآن ب320 وأصنفره ب400 وأنهيه. وبعد كذا أشطف السيارة كاملة بسفنجة شوية بنزين، أغرق السفنجة بس وأمسح السيارة بالبنزين كاملة. بعد كذا أرش البوية الأساس. ويا مرحبا حياكم الله. طيب، قبل لا تبدأ الرش أو قبل لا تبدأ الأساس أو البطانة، غرق الأرضية عشان ما يطلع غبار وانت ترش. الحين راح نرش البطانة. هذه هي البطانة، راح أقول لكم كيف أوزنها. طبعا البطانة هذه 1.5 كيلو. حطها كلها كاملة. اتركها بس يتسرب وأكمل لكم. بعد كذا تحط التنر 2.5 لتر، 3 لتر، ما هو مشكلة. أهم شيء تشوف ليونة البواية كيف تطلع، أقصد البطانة يعني. يعني 3 لتر إن شاء الله كافي. على 1.5 لتر 3 لتر تنر، لتر 1.5 كيلو بطانة، 3 لتر تنر ممتازة. كذا جدا ممتاز.
طبعا البطانة السيارة كاملة، تعطي السيارة كاملة 3 وجيه أو 4 وجيه، 3 وجيه أو 4 وجيه. طبعا هذه البطانة الوجه الأول، هذه البطانة الوجه الأول، باقي نعطيها 3 وجيه كاملة للسيارة كاملة. طيب الحين رشيت البوية، مو البوية، البطانة، هذه البطانة. طبعا البطانة تصنفر السيارة كاملة ب400، تصنفر السيارة كاملة بعد البطانة، تصنفر السيارة كاملة ب400، تصنفر 400، بعدين تصنفر ب1200، بعد 400 تصنفر ب1200، بعدها ترش البوية. والآن راح أصنفر 400 هنا، أخلص السيارة كلها بال400، بعدين راح أبدأ أصنفر بال1200، بعدين أرش. طيب كذا صنفرت السيارة كاملة ب400. طبعا الأساس يوم أنك ترش أساس أو بطانة بعدين تصنفرها، ليه؟ لأن إذا رشيت الأساس أو البطانة يطلع لك الحاجات المخفية. لما رشيت البطانة هنا طلع لي هنا فيه شرخين بسيطة جدا، حطيت لها معجون عادي. تصنفرها ب400، بعدين 320، بعدين ب400 صنفرها، وتعطيها قليل بطانة وخلاص. وصنفر البطانة بعدين في الجنب هذا مثلا. خلاص أنا الآن صنفرت السيارة كاملة ب400، الآن أبدأ أصنفرها ب1200. طبعا المعجون اللي حطيته أنا هذا انتظر عليه 3 ساعات 6 ساعات إلى اليوم الثاني، ما عندي مشكلة. أصنفره بصنفرة 320، بعدين ب400، بعدين أعطي له بطانة بسيطة، بعدين أبدأ أرش السيارة كاملة بوية. طيب كذا صنفرت أنا ب400 وصنفرت ب1200 وغسلت السيارة ومسحتها. فبكرة بإذن الله الصباح بإذن الله للساعة 9 10 تقريبا بإذن الله أبدأ أرش البوية بإذن الله. بكرة ترش الساعة 10 بإذن الله. هذا كله أساس. طبعا تشوفون في عكس كذا في التصوير. طبعا ما عليكم، الجوال جالكسي من أبو كلب على قولهم، شاشته مكسورة، الكاميرا مكسورة، مشوا الحال يا راجل. بكرة بإذن الله أرش بوية، البوية حقتها إن شاء الله بإذن الله.